الشيخ أخي وصديقي وحبيبي، تعرفت عليه سنة 91 ودخلنا السجن بعد ساعة الصفر 99 بمعيتي. هو كان يعني 4 سنوات احنا في سجن واحد، ولا زالت علاقتنا طيبة. يعني قبل أيام هو كان عندي بالبيت ضيف. شيخ ستار رجل شجاع ورجل صريح، وعنده ورع وتقوى خوف من الله سبحانه وتعالى، وعنده الشيء المهم وهو حبه لآل الصدر بجنون، مجنون بآل الصدر. يعني أنا مرات أقول له رحمة الله عليه، أقول له ستار أنت شوية مندفع على كيفك، ترى الناس ما تحمل هالكلام. يقول أنا مخبل بحب آل الصدر، شو أسوي مو بيدي أنا. نعم، وكان السيد يحبه، وكان من المقربين للسيد بالمناسبة، وكانت عائلته تخدم في بيت السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هاي أمور ما حد يعرف فيها شيخ. الرجل كان مقرب للسيد، وأنتم شفتوا اللقاءات والتسجيلات الأولية. أول تسجيلات نزلت كانت لأنه ثقة السيد، لأنه مقرب من السيد، وأنا أشهد في هذا الأمر. هسه راح أحكي لك إياه. يوم من الأيام دعاني شيخ ستار، قال لي اليوم أنا كنت في النجف، قال لي اليوم لا تروح للبيت، اليوم تتعشى يمي. هاي بالنجف. قلت له شكو؟ يعني أنا أتمازح معاه رحمة الله عليه، والله يعلم بألمي. يعني أنا يمكن يومين ما نشفت دمعت عليه، لأنه أخوي وصديقي. فقلت له شنو المناسبة؟ قال لك بيها خير فايدة. فبقيت الى الليل والى السيد الصدر مدعو بيته عشاء، بيت ستار البهادل، تعشى في بيته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته. ما عندنا اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لا نقول الا ما يرضي الرب، انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الالم الذي اتكلم به، ثق ان السيد القائد متالم باضعاف هذا الالم لفقد الشيخ ستار البهادل. نسال الله ان يرحمه ويتغمده بوسع جناته. اخذنا من وقتك يا طيب.